انا عايز اوريك بس المثلثات والمربعات وشغل التحرك بدون كوره اللي اتحسن كتير قوي مع اللعيبه مع عماد النحاس. بص كل واحد بيتحرك بدون كوره كويس ازاي. فده كان عامل شكل هجومي قوي جدا في الشويه الاولانيين. مش كل حاجه في الماتش بحللها لك، انا بحللك بس الحاجات المهمه. بص دي اللقطات اللي انا جايبها لك اللي كان فيها تحرك ممتاز بدون كوره بالنسبه للعيبه. طبعا انا مش هتكلم كتير عن اشرف بن شرقي اللي هو حتى واقف يتمشى يعني. هو لاعب ممتاز بس الناحية الدفاعية عنده سيئة جدا. بص بقى الجول، أنا بس هوقف لك الكورة في اللحظة دي. بص ياسر إبراهيم واقف مع مين ولا شيء، رامي ربيعة معاه لعيب وكوكا سابق اللعيب بتاعه. بص بقى ساعة الجول اللعيب جه من وكوكا جاب الجول. وفي نقطة مهمة جدا عايز أكلمك فيها. بص الشناوي، بص الشناوي بيدافع منين، رجله الاتنين جوه الجول، مش عارف بيعمل إيه. بكلمك بقى عن جون جراديسار. بص بقى جراديسار أنا هوقف لك الكورة، ابتدى يتحرك رجله للكورة قبل ما الكوره تجيله. هو ده الانتسبتيشن، التوقع بتاع المهاجم الممتاز ده فعلا بتأسس كوره كويس جدا جدا جدا. بص بقى الكوره دي الشناوي، هل الكوره دي ما تتصدش؟ دي في مكانه بطيء جدا، حركته تقيله جدا. واتفرج بقى على الكاميرا الخفيه والكوره الاخرانيه بتعمل ايه يا شناوي.